السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل. الولاد قاعدين وقالوا لي يا ماما نفسنا ناكل فطير. بيني وبينكم أنا دراعي تعبني شوية ومش قادرة أعجن، وماليش نفس بصراحة، كسلانة وتعبانة ومفرهدة الأيام دي قوي. طب أعمل إيه؟ هيروحوا يطلبوها لي ب120 ولا 130 جنيه، والاسم سمن بلدي ومغشوشة وريحة سمن والكلام من ده. قمت كده دورت في التلاجة كده أشوف بقى حبة حاجات كده، أفكار بقى خديها كده لما تحبي تعملي فطيرة مشلتتة مشلتتة من غير ما تعجني. وده بقى خصوصا للبنات الصغيرين اللي مش عارفين يعجنوا ومش عارفين. كتير بعتولي، عملت طرق كتيرة أول الفطير، قالوا لي والله يا مدام سهير برضو صعب علينا، احنا لسه بنات صغيرين، حتى الرز مش عارفين نعمله. طب الفطيرة دي بقى ليك، مش عارفة انا هتحول ولا ايه. دي ايه دي. الفطيرة دي ليك. طيب انا بقى فتحت كده الفريزر، لقيت عندي كام ورقة من اللي هو العيش السوري. طب يمشي معانا ايه كمان؟ يمشي معانا رقاق يا سهير؟ يمشي يا حبيبة قلبي. يمشي معانا رقاق ناشف يا سهير؟ يمشي يا عيوني. يعني رقاق ناشف، عيش سوري، رقاق طري. ده بقى هنعمله غير الجلاش، دي فطيرة تانية. بصي كأنها فطيرة مشلتتة بالظبط، جايباها ب150 جنيه. طيب نجيب صينية كده ونحط فيها معلقة سمنة حلوة بلدي علشان خاطري، يعني عشان تحس بطعم الفطير، وندهنها كده. انت عملتي ايه في العيش ده الاول؟ العيش ده طبعا انا يعني كنا جايبينه كده من رمضان. العيش الجاهز اللي بره، العيش السوري، بيبقى الحروف بتاعته مجلده قوي وتخينه، فانا قطعتها. انتظروني ان شاء الله باذن الله بقى كده قرب العيد الكبير، نعمل مع بعض احلى رقاق طري وناشف، تعملي منه ألذ واسهل فطير. طب ايه اللي انت عملتيه ده؟ بصوا بقى، احنا محتاجين ايه؟ زي ما قلنا العيش السوري او الرقاق الطري او رقاق ناشف، ومحتاجين حبة سمنة قد معلقتين كبار كده، وحبة مية اهو. حطينا السمنة في الصينية وحطينا ورقة من اللي هو العيش السوري في المية. تمام كده. وبعد كده ايه؟ بندهن بالسمنة ورقة ورقة كده. الرقاق الناشف كده، بس لو هتعملي برقاق ناشف تكوني جايباه من حد، يعني حد بيخبز، مش اللي هو بيتباع في المحلات، لانه بيبقى تخين جدا وعامل زي الخشب، فعلشان كده مش بحب اعمله بالرقاق الناشف. لكن لو انت جايبه رقاق طري، من رقاق ناشف من حد كده، من ست جميله فلاحه كده وخبزاه في البيت ورقيقه كده، هاتيه واعمليه بنفس الطريقه، هتبليه ميه بدل ما تبليه شوربه. تمام كده. طيب احنا بنحط الورق كده، بندهن ورقه ورقه. اللي حطيتيه ده ايه دلوقتي ورشتيه؟ دي معلقه سكر، معلقه مش مليانه قوي، وزعتها كده علشان تحس ان الفطيره كده مسكره وجميله. مش احنا لما بنيجي نعمل الفطير المشلتت بنحط له معلقه سكر وبنحط له حبه ملح؟ طيب حد يقول لي نعمله باللبن؟ اقول لك لا، لو هتعمليه باللبن هيبقى فطير بس مش الفطير المشلتت. مش عاوزه فطيره مشلتته تاكليها بالعسل، تاكليها بالجبنه، تاكليها كده من غير اي حاجه، يبقى اعمليها بالطريقه دي. تمام. ميه بايه؟ بالميه. طيب يا سهير، هو احنا دلوقتي لا حبايبي بقى، السؤال ليكم، لما بنيجي نعمل الفطير وبنعجنه، بنعجنه بلبن ولا بميه؟ يبقى الفطير عباره عن ايه؟ دقيق وميه وسمنه، اهو ده نفس النظام. دقيق اللي هو العيش السوري، وميه وسمنه. تمام كده. وانت بتحطي الفطيره الورقه مكرمشه في النص، مفيش اي مشكله، عادي. الفطير كده كده لما بنحطه بيبقى ورقه من جوه مكشكش كده، مفيش اي مشكله، يعني مش شرط صينيه تكون على قد الورق، كشكشيه كده من جوه عادي، هتديكي توريقه حلوه قوي. يا سلام بقى لو كانت الفطيره دي كانت محتاجه ايه؟ كام ورقه تاني؟ يعني مثلا دول كانوا تقريبا 6 ورقات، لو محتاجه 10 ورقات كلي فطيره تتباع ب150 جنيه. طبعا هنا انا حطيتها على نار متوسطه وقعدت اقلبها كده، وشفت الحروف كده بالمعلقه لقيتها اتحمرت، ابتديت اللي انا اقلبها كده اقلبها. تمام. وبعد كده هنحط سمنه ونحط ايه؟ الفطيره تاني تستوي على الناحيه التانيه. طيب نسيت اقول لكم، اخر ورقه واحنا بنبلها في الميه، اخر ورقه ما تبلهاش، اخر ورقه ايه؟ حطيها ناشفه علشان وهي بتتقلب معاكي ما تلزقش في الصينيه منك، وكمان تبقى مقرمشه. عرفنا ايه؟ اخر ورقه ما بنبلهاش. حتى في الرقاق اللي بنعمله باللحمه المفرومه برضو اخر ورقه ما تبلهاش.
بصي اتقلبت وجميلة ولونها جميل وريحتها تجنن. هي كل اللي محتاجاه بس كام ورقة. بس للأسف أنا كان عندي دول والولاد محتاجين، قلت بقى لا، أنا أروح أجيب فطيرة ب150 جنيه، هقوم أعملها لهم دلوقتي. بس لو انت هتعملي زودي بقى في الورق شوية، يعني بدل ما هم 6 ورقات خليهم 10 ورقات. بصي من جوه شكله عامل ازاي، مش قادرة اقولك، مش هتفرقيه. قطعيه بقى كده، اعمليه بسكر، كلي بعسل، كلي بجبنة قديمة، جربوها. بصي قومي اعمليها دلوقتي، ايه رأيك؟ هي دقيقتين بالظبط، مش هتاخدي وقت، دقيقتين، وجربيها وادعيلي. انا عاوزه منكم حاجه واحده بس، ما تنسونيش بدعوه. قولي لي ربنا ييسر لك امورك، ربنا يصلح حالك، ربنا يبعد عنك الناس اللي مش اقول لكم ايه، الناس اللي خلاص، ربنا يبعد عنك الناس الوحشين، قولوا لي كده. ربنا يا رب يصلح حالكم ويبعد عنكم اي حد حاقد، اي حد حاسد، اي حد كده بيكرهك علشان نجاحك، ربنا يبعد عنكم الناس دي يا رب. شايفين جمال الفطيرة؟ ما تنسونيش بلايك ودعوة حلوة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونيش بدعوة حلوة. مع السلامة.